نتكلم معاه احنا بطريقه، يتكلم معنا بطريقه مختلفه عن اللاعبين السعوديين. لا، هذا مش مقبول ومرفوض تماما. هو حكم خلاص يحكم بالعدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا ان شاء الله بنزل بعد هذا المقطع ايضا مقطع اخر سنتكلم في تحليل عن المباراة. بعتذر اني لم اسجل فيديو لانه زعلان على المباراة للامانة، لكن حكم المباراة للاسف، حكم المباراة كان ظلم واضح عيني عينه. في هذا الفيديو بعطيكم حديث لاعبي منتخبنا بعد نهاية المباراة. رامي الوسمان الذي طلع بالكرت الأحمر بيتحدث لكم ماذا قال الحكم للاعب المنتخب السعودي. طبعا كانت واضحة من البداية، كان الحكم مع السعودية واضح وضوح الشمس. أضرب لكم مثل قبل حديث اللاعبين اليمنيين، أضرب لكم في لقطة عبد الواسع المطري. شوفوا في لقطة عبد الواسع المطري لما خرج التغيير، الحكم بيدفه، اللاعب يخرج من الجهة المقابلة. يعني اللاعب من حقه يمشي ويخرج من المكان اللي يخرج منه اللاعب، لكن أراد هو بنفسه يخرجه من المكان الآخر. الحكم بالله عليكم شوط مباراة أول ما كانش في أي تضييع للكرات، يدي 7 دقائق، يدي 7 دقائق. ليش؟ في كرات ركنية لنا لم يحتسبها، في أخطاء احنا كنا يشهر علينا الكرت الأصفر. يعني الحكم للأسف كان يريد فوز المنتخب السعودي، كان يريد، حتى أن الحكم أعطى الكرت الأحمر على أساس احتجاج، احتج الكابتن رامي الوسماني، تديها أصفر ثاني وطرد. أيضا لقطة حمزة الريمي أعطاه كرت مباشر، بعدين رجع للفار، اتصلوا له من الفار ارجع تعال شوف يعني، وألغى الكرت الأحمر بسبب ضغط الفار. طبعا في لقطات عندما اللاعب اليمني يسقط يجي يقومه غصبه، قوم يلا قوم. يعني للأسف الحكم عيني عينك، يعني عيني عينك مع المنتخب السعودي. أنا أول ما شفته في البداية يعني ما اطمنت، والله كتبت مشهور في الفيسبوك الله يخرجنا من الحكم، وكأنه يريد فوز السعودية. إيش من حكم هذا يعني يريد فوز الفريق على فريق آخر. أين مبدأ العدالة في الحكم؟ يعني الظلم ظلم ظلم ظلم. الحكم للأسف كان ظلم في كثير من الكرات، كانوا يعترضوا لاعبينا من شدة القهر. طبعا يعني للأسف يعني حكم كان سيء جدا جدا. وفي معنى لقطة الهدف الثاني كان تسلل، وعارف انه تسلل بس ما حسب تسلل، واحتسبها ركلة جزاء. بنتكلم في هذا الموضوع في الفيديو القادم. نشوف طبعا حديث لاعبينا بعد المباراة، ماذا تكلموا عن المباراة وعن حكم المباراة. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا، معنا حمزة لاعب المنتخب اليمني. تقلبات كبيرة شفناها في أرضية الملعب، شفنا تقدم، شفنا أول هدف يجي على المنتخب السعودي في التاريخ من المنتخب اليمني. كنتوا قراب جدا منكم تكسبون أول 3 نقاط في هذه البطولة، لكن تقلبات ما كانت لصالحكم وخسارة أخرى للمنتخب اليمني في هذه البطولة، فنقول لكم هارد لك. أول شيء ألف مبروك للمنتخب السعودي يعني، وهارد للمنتخب اليمني والجمهور اليمني. نعتذر على ما حصل للجمهور اليمني، وإن شاء الله يعني نكون قد المسؤولية في المباراة الثالثة. ومن ناحية يعني احنا تقدمنا صح هدفين، بس إنه يعني عامل الخبرة اللاعبين الشباب أول مرة يلعبون نص الفريق، يعني عامل الخبرة هي هذا اللي فرقت مع المنتخب السعودي. وإن شاء الله نقدم في المباراة الجاية إن شاء الله. راضين عن منتخبكم اليمني؟ والله بالنسبة لنا راضيين يعني، الحمد لله هذا اللي قدمناه يعني مش حاجة بسيطة، وإن شاء الله احنا نطمح للأقوى. احنا جينا هنا يعني منافسة، الحمد لله يعني قدمنا اللي علينا، وإن شاء الله المباراة الجاية نقدم أفضل. شيء زيادة بعد، الجمهور اليمني بالرغم من الخسارة كان يهتف لكم بعد نهاية المباراة أنهم كلهم فخر فيكم. يعني أكيد الجمهور اليمني يعني جمهور مآزل لنا صراحة، ونشكرهم المرة الثانية، واعتذر منهم بالهواء، يعني اعتذر منهم على التصرف اللي حصل معي. أولا ما في كبير في الملعب، الكل 11 لاعب 11 لاعب، بس من يجيك الحكم يطلع اللاعبين من جو المباراة في كل الحالات. يعني عندنا ركنيات، عندنا ركلات، يعني زوايا يحسبها ركنيات. نتكلم معاه احنا بطريقة، يتكلم معنا بطريقة مختلفة عن اللاعبين السعوديين. لا، هذا مش مقبول ومرفوض تماما.
هو حكم خلاص يحكم بالعدل في المباراه، احنا من نتكلم معاه، انا كابتن فريق اتكلم معاه اقول له ليش تتكلم مع اللاعب، تقول له انا معاكم مع لاعب الخصم وانت حكم، لا ما يصير هذا الكلام، اعطيني حقي، طالما انا كابتن فريق اتكلم معاه تكلم معي. هذا حصل في المباراه، حصل في المباراه، انا كابتن فريق اتكلم معاك، من حقي اتكلم معك. يقول للسعودي انا معك، بيقول له اهدى، بيقول له اعطينا وقتنا، قلت له احنا محتاجين الوقت اكثر منهم، احنا جايين نفوز ما جايين نلعب، قلت له احنا جايين نفوز اعطينا وقتنا احنا اكثر، قال له اهدى انا معاكم، اهدى. ما يصير هذا الكلام. ثاني شيء من يجي مع يتكلم يخاطبك كابتن فريق، اتكلم معاه خاطبه، اقول لك لاعبي في الارض انا محتاج ترجع للفار، اللاعب في الارض ما ترجع للفار، ما تتكلم معي باسلوب اقل شيء، مش طوالي اقول لك ارجع للفار تعطيني كرت اصفر وانا كابتن فريق واعطيني الاحمر، لا ما يصير كذا. شوف نفسك ما تستحق الاصفر. ما استحق اصفر، انا كابتن فريق واتكلم معاه، خلاص اتكلم معاه لازم يخاطبني، لازم يسمع مني. العماني تعتبره دمركم نفسيا. الحمد لله وشكر الله. توفيق، بس مباراة تاريخية حبيبي مشكور حبيبي. هذا حديث الكابتن رامي الوسماني وأيضا حمزة الريمي بألم وقهر من ما حصل من حكم المباراة، لكن معليش معوضين يا شباب إن شاء الله.